زي لميت منهج الجيولوجيا في 15 يوم. انا كنت باخد مع مستر عماد بدوي وهو كان منزل باكج الجيولوجيا، كان اشتراك على بعضه وتدفعه بيفتح لك المحاضرات من اول المحاضره لاخر محاضره. ما اعرفش الباكج ده موجود ولا لا دلوقتي، ولكن ده اللي انا اشتركت وقتها. مستر عماد بدوي كان بيدرس احياء وجيولوجيا السنين اللي فاتت، مش بس من اول ما ضاف الجيولوجيا للاحياء. احنا متفقين ان ال 15 يوم دول هتركز فيهم على الجيولوجيا بقدر كبير جدا، اكتر من اي ماده ثانيه لو انت لسه ما فتحتهاش. كنت لما بخلص الجيولوجيا بشوف بقى باقي اليوم لو عندي حاجه ثانيه اعملها، او مثلا حل قطع انجليش، حل قطع عربي، حل على ماده ثانيه كنت مذاكراها قبل كده. ولو عندك تراكمات تانية اضغط نفسك في محاضرة من اي مادة تانية. ماشية النظام كالاتي: بسمع محاضرتين في اليوم وحل عليهم من كتاب الامتحان، بعديها من كتاب التفوق. يعني بسمع المحاضرة بقراها كويس واحفظ الحاجات اللي عايز تتحفظ، لان الجيولوجيا عايز حفظ كويس جدا. كنت بقرا الشرح من كتاب الامتحان وبعد كده اطبق المرة الاولى من كتاب الامتحان، واسيب كده المحاضرة على كده، ادخل في المحاضرة اللي بعدها، واجي اخر اليوم اقرا تاني المحاضرتين واحل عليهم من كتاب التفوق. اليوم بقى عندك فري، اعمل فيه اللي انت عايزه، حل قطع الانجليش، حل قطع العربي، اعمل اللي انت عايزه. وانت ما لقيتش الباكج ده موجود دلوقتي تعمل ايه؟ مستر عماد بدوي دي قناته على الابلكيشن الاحمر، منزل اجزاء من منهج الجيولوجيا زي الباب الثاني كامل، والباب الاول لقيت النص الاول منه بس، فمش عارفه الجزء الثاني من الباب الاول موجود ولا لا. بس حتى لو مش موجود تقدر ان انت تخلص الاجزاء اللي نازله مجانا دي، تخلصها. الاجزاء بعد كده اللي مش موجوده بشكل مجاني تقدر تدفعها. 15 يوم دول كافيين جدا 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 على منهج الجيولوجيا ان هم يخلصوهم شرح وحل وتمارين كتيره جدا من مصدرين كمان. تختصر الوقت وتحل مصدر واحد بدل ما تاخد محاضرتين بس تاخد 3 في اليوم، تخلصهم في 10 ايام مثلا. عايز تمشي على مهلك في ال 15 يوم بحيث ان انت تتابع المواد التانية جنبيهم، مفيش مشاكل. قناتي على الابلكيشن الاحمر اشتركوا فيها لان بينزل فيها كل الفيديوهات المهمه، وهينزل لك فيها فيديوهات خاصه بامتحانات الثانويه العامه. سلام.